السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى، ودوت الريكورد الخمستاشر لسبيشال كيس جيم. الريكورد دوت بتاريخ 25/7/2024. في الريكورد دوت أنا ضفت كذا حاجة. أول حاجة، كان بقالي 3 شهور تقريبا ما بسجلش أي ريكوردز عن اللعبة، وده لأن أنا قلت أما أركز أحسن على الكونتنت، لأن أنا ابتديت أحس إن الماب فاضية ومفيش جيم هينفع تتعمل في الماب دي. يعني هتبقى جيم صغيرة بتخلص بسرعة، والماب نفسها اصلا كانت هي عبارة عن فعلا جزيرة واحدة فيها تقريبا 3 او 4 شوارع بالطول متقاطعين مع 3 او 4 شوارع بالعرض. فقلت اما اكبر الماب شوية، فعملت جزيرة تانية بمباني تانية ووصلت بين الجزيرتين بكوبري. قلت دوت هيبقى احسن من ان انا اخليها جزيرة واحدة كبيرة. لما بيبقى فيه كوبري هيدي طابع ان الماب اكبر، حتى من ان انا احط الجزيرتين مع بعض، حتى لو نفس الحجم، بس هيدي الاحساس دوت. حاجة تانية ضفتها، غير ان انا خليتهم جزيرتين وحطيت مباني اكتر وخليت فيه ستايل اصلا الجزيرة التانية مختلف تماما عن الجزيرة الاولى. يعني الجزيرة الاولى فيها زي حارة كده، حارة فيها مباني قديمة متكسرة بتاع. في الجزيرة التانية لا، انا عامل ديت مثلا زي جراج للمراكب، حلو، او مكان صيانة للمراكب. ويعمل عماير نفسها اصلا للطبقة الغنية كلها على البحر، الارض بتاعتهم سيراميك، الحاجات ديت. وابتديت احط بقى شويه ستايلات كده حوالين الماب، زي الخرسانه ديت، وشويه الديتيلز الصغيره اللي تحت. اهم حاجه عملتها بقى ان انا عملت حاجه اسمها destruction system، ان اي اوبجكت موجود في الماب ممكن يتكسر عادي. يعني لو بصيت على عمود النور ده كده مثلا، وضربت طلقه جنبيه، هتلاقيه اتكسر لتلات اربع حتت. نفس الكلام مع عمود النور دوت، واي عمود نور من عواميد النور اللي في اللعبه، والاعلانات المحطوطة، كل دي بتتكسر لما يحصل جنبها انفجار او يتضرب عليها طلقة. ايه تاني ضفته، ان انت حتى الستوب ساينس والساينس بتاعت ان في هنا مثلا اعمال بناء، ان هنا ممنوع الوقوف، كل الحاجات ديت كل ديت بتتكسر. يعني الديستراكشن سيستم شغال على كذا نوع. يا اما اوبجكت زي اشارة المرور مثلا بيتكسر لكذا حتة، دوت مثلا اتكسر لتمن تسع حتت. يا اما بيبقى اوبجكت لما بتضربه هو بيفصل من مكانه، يعني هو ثابت اصلا، لما بتضربه بيفصل. وفي اوبجكتس تانية بتتعامل بس كأنها بالفيزيكس، مش اكتر. وديت البنزينة طبعا مفيش اي افكت لانفجار او حاجة، بس هي المفروض انها فرقعت. الكاوتشات مثلا ديت ما بتتكسرش وممكن تتزق عادي من الاول، هي مش ثابتة في مكانها، ولكن بتاخد الايفكت بتاع انها مطاطية، ما بتخبط في الارض بترتد تاني. والكراسي مثلا ديت برضو عاملة زي الكاوتشات، برضو هي مش ثابتة. يعني انت ممكن تزقها اصلا في اي وقت، مش ثابتة في مكانها، بس انت ممكن تزقها وتأثر عليها بأي فورس. حاجة تانية ضفتها السيستم بتاع العربيات دي. يعني العربيات ديت الديستراكشن سيستم بتاعها مختلف عن الباقي، لان هنا المفروض العربية ليها كاوتشات واكسدام وكذا حاجة كده، وازاز، كل دوت بقى بيتكسر وبيفرقع لما تضرب جنبه. بص، والكبوت نفسه حتى بيتخلع من مكانه. العربيات ديت انا عامل لها موديل. انا طبعا مش محترف في الموديلنج بتاع العربيات خالص، بس يعني هي ديت عامل لها موديلنج كلهم على بلندر. هما مش نوع واحد، هما 4 انواع عربيات. لو ابتديت تبص عليهم هتاخد بالك من من فرق السقف، من فرق الظهر، من فرق الوش بتاع العربية. كل الحاجات ديت بتختلف من عربية للتانية. وحاجة تانية، ان العربية لما بتفرقع المفروض ان في انفجار بيحصل، هو لسه من غير افكت بس هو بيحصل. فلو في عربية قدامها هتفرقع، ده اللي خلى الافكت اللي حصل في الاول دوت. لما انت شفت صف العربيات كله بيفرقع، دوت حصل عشان العربية الاولانية لما فرقعت اللي قدامها، واللي قدامها فرقع اللي قدامها، وهكذا. واديك شايف العربيات فككت كل القطع بتاعتها. نيجي بقى نبص على الكونتنت بتاع الماب، ايه اللي اتضاف مثلا. او قبل ما نتكلم عن كده هنتكلم عن السيستم بتاع العربيات نفسها. انا عامل زي ترافيك سيستم، في زي سبلاين لافف حوالين الماب، عامل خط كل العربيات ديت بتمشي عليه. العربيات حاليا ما بتوقفش، مفيش حاجه بتوقفها، بس انت لما بتفرقعها هي بتخرج بره السبلاين بتاعها، بتتعامل بالفيزيكس عادي، كانها فعلا وقفت.
وطبعا الكاوتشات بتاعتهم تفضل تلف طول ما هما ماشيين، ولما بتفرقعهم الكاوتشات والاكسدام والغطا اللي قدام واللي ورا بتاع العربية كل ده بيتفك. نتكلم بقى على الكونتنت اللي اتضاف. ايه الكونتنت اللي اتضاف في الماب غير انها كبرت، انها بقت جزيرتين وفي بينهم كوبري والكلام دوت؟ اول حاجة ان انا ابتديت اظبط الزرع اللي على الترين اللي بره، يعني الانواع بتاعته بقت البرفورمانس بتاعها احسن من اللي فات. يعني هنا ابتديت احط زرع اكتر من غير ما استهلك برفورمانس اكتر. ابتديت اشوف ايه البوليجون بتاعتها اقل واحطها، وما يبقاش في فرق في الكواليتي قوي يعني. وحاجة تانية، عواميد النور. انا عامل نوعين عواميد نور، عواميد نور على شكل حرف ال، وعواميد نور تانية اللي هي الايه الواقفة عادي. حلو، دي حطيتها. وحطيت مثلا الايه، لو بصينا على السطح دوت كده هتلاقي فيه زي طبق دش وخزان مية، دول برضو متوزعين حوالين الماب. وعواميد النور برضو متوزعة حوالين الماب في الجزيرتين. آه ايه تاني ضفته؟ ان انا خليت فوق المباني، فوق كل مبنى فيه زي ايه، شايفين النقط الخضراء دي او المربعات الخضراء دي زي كأن في سلم بيطلعك من جوه المبنى للسطح، عشان ما يبقاش ايه المباني مقفولة من فوق، كأنك ما ينفعش تطلع لو انت جوه المبنى. ايه تاني ضفته؟ حطيت في الشوارع مطبات صغيرة. حطيت اللهم صل على رسول الله. حطيت زي حواجز كده لونها اصفر، بتحجز ما بينك وما بين البحر، بحيث ان ايه ما يبانش ان الحتة ديت لو ما فيش حواليها سور من السور الحديد اللي انا حاطه دوت، ان ايه اي حد ممكن يقع فيها. لا ديت ايه مقفولة. وعليت الكواليتي بتاع البحر او الظل والحاجات دي. بس اظن هو ده اللي انا عملته في الريكورد. بس سلام.